السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نكمل شغل. بسم الله. احنا كنا واقفين هنا. تمام. شفتوا الفيديو اللي فات؟ ظهرت المشكلة دي. تمام. وليه؟ لان انا كنت عامل سيلكت وانا واقف في موديل السوليد. نرجع نبص من هنا تاني. واير فريم. تمام. هنبص من الناحية التانية عادي. اقفل ده. بص من هنا. ندخل في وضع الايديت مود. نمسك الاتنين دول. تمام. نفس اللي احنا عملناه. كليك يمين. كنترول كليك يمين. نفس الكلام. نفس الكلام. لحد هنا. تمام. هنمسك واحد واحد كده. جي شيفت اكس عشان يتحرك معانا في اتجاه واحد. نحاول نخليه ايه، النقط دي ماشية مع بعضها. جي سيلكت جي شيفت اكس. اظبط اللي تحت. جي شيفت اكس نخليها هنا كده. تمام. نفس الكلام جي شيفت اكس. نفس الكلام. ليه انا بخلي الفيرتكس قصاد بعض؟ عشان خاطر التوبولوجي بتاعي يطلع نضيف. في نفس الوقت يطلع الموديل بتاعي فيه سيمترية على قد ما اقدر. الا لو في اختلاف مثلا معين مثلا انا بعمله بايدي. تمام. جي شيفت اكس. انا لما بعمل انا لما بعمل جي شيفت اكس انا كده بقفل المحاور التانية واسيب الحركة تكون في الاتجاه الاكس بس، تكون في محور الاكس بس. تمام. اعتقد كده تمام. لو بصينا من الناحية التانية زي الفل. بس هنا عندنا في اختلاف. ايوه بالظبط. لا، عايزين نبص من هنا بقى. دوس هوم. هوم من الكيبورد. خلينا نفتح الاختصارات. 3. طيب عايزين نظبط دوت جي شيفت اكس. ده اللي الناحية التانية اصلا. ماشي. زي الفل. تعالى بقى يظهر الريفرنس فين هو. هو ده. نبص من فوق نمسك دي دول. الايدج محتاج الايدج. او خليك على الفيرتكس وبعدين دوس كنترول اي. بعد لما نمسك الاتنين دول ناحيتين دوس كنترول اي. بعدين نختار بريدج ايدج لوبس. تمام زي الفل. نظهر السوليد. نطلع فوق كده. زي الفل. هات بقى دول كده وايه. وابدأ ارسم الشكل بتاعك من جوه. جي اكس كده. جي اكس. حاسب. جي اكس حاسب. جي اكس كده. جي اكس كده. تمام. شفت لما بعمل سيلكت في السوليد ما بيمسكش الاتنين. جي اكس. جي اكس طلع شوية. نفس الكلام هنا. جي اكس. جي واي. تمام. بحيث ان شايفين الخط ده. ده الصلصال بتاعي. انا لسه هديله سمك وهظبطه دلوقتي. تمام؟ نبص من هنا. طيب الاتنين دول محتاجين نرفعهم فوق. جي زد. صغرهم في الاكس. نفس الكلام. اس اكس كده عشان يبقى ايه الكروكس بتاعنا عامل كده. تمام. زي الفل. حلو اوي. طيب دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ نمسك الشكل ده.
نديله سب ديفيجن، قصدي نديله سوليديفاي، نديله سمك لجوه، نظبط التخانة بتاعته. نروح للموديفايرز، نافذة البروبرتيز، نروح على الموديفايرز، اد موديفايرز، من الجنريت نختار solidify. تمام. بس قبل السوليديفاي خلينا نرجع كنترول زد او اقفله كده. تمام. نمسك الشكل بتاعنا، وقبل ما نعمل له solidify، قبل ما نديله التخانة بتاعته، هنعمل ايه؟ هنصحح المكان اللي هنا دوت. نروح هنا، بص. طيب احنا عايزين الشكل بتاعنا يمشي كده مع الريفرنس. نمسك الاتنين دول، جي 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 جي، هنا لحد هنا كده مثلا. شوف محتاج يطلع شوية فوق. تمسك دول جي زد، يطلع بهم فوق جي زد. تمام، زي الفل. كمان سنة بقى، جي زد جي زد جي زد. طيب احنا عاوزين نظبط الشكل الحتة دي، جي زد، وننزل بيها لحد هنا كده. تمام. طيب هنمسك دي برضو جي زد، ممكن دي برضو جي واي، بس ان هي تدينا نفس الكيرف دوت، جي واي كده مثلا. تمام كده من الجنب زي الفل، بس محتاجين ايه؟ في فراغات هنا ننزل بيها تحت. نروح هنا، نشوف الفراغات دي فين. الفراغات ديت ممكن من اول هنا جي، اسف، جي زد كده مثلا. خليها ايه؟ تدخل جوه النعل دي زي الفل، بس هننزل بيها شوية تحت. جي زد، ودي كمان شوية جي زد كده. كلهم بقى نفس الكلام ده، جي زد، وانزل جي زد. ايوه، نفس الكلام كده بقى. جي زد اطلع بيهم فوق. تمام زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ نبص من هنا، تقريبا الكروكس تيجي نظبط كده، نجيب دي شوية جي اكس عشان ايه؟ تكون في النص شوية. طيب برضو هنمسك دول جي اكس. في هنا الجزء اللي داخل لجوه دوت، هنا ده عايزين نطلع بره شوية. نروح هنا ونعمل ايه؟ هنطلع ده شوية لبره، دي جي اكس. اه لا، دي رايحة بعيد خالص. طب في حاجة هنا، م- نجرب كده نعمل الحتة دي. نمسك الاتنين دول وندوس جي، وبعدين نمسك الفيرتكس دي ونروح طالعين بها في الايه؟ في الاكس، جي اكس. لا، الشكل بقى ايه؟ مكعبر كده. لا، ارجع كنترول زد. طيب اعتقد ان هي ايه؟ تمام، ما فيهاش مشكلة. احنا بس ممكن نوسع دي جي اكس شوية، ودي برضو شوية جي اكس، بحيث ان الوش بتاعنا يكون ايه؟ مظبوط. احنا بس محتاجين ندخل بالحرف دي شوية، جي اكس، نفس الكلام هنا جي اكس.
حاسب لأ، ارجع. أيوه بص من هنا أحسن. جي اكس، جي اكس، بص من هنا كده، جي اكس هنا، جي اكس، الشكل ايه يطلع كده مظبوط. تمام. هنا برضو جي اكس شوية كده زي الفل. تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ قبل ما نشتغل على النسخة دي هنعمل منها كوبي عشان خاطر لو باظت مننا نقدر نرجع تاني للخطوة دي. شيفت دي، انتر، ام، كوبي. تمام كده اخدنا منها كوبي عشان لو دي باظت نرجع لها تاني. طيب نبص من هنا نتأكد ان امورنا تمام زي الفل. خلاص نروح بقى نكمل شغل. طيب الخطوة دي مهمة جدا، لازم ايه نركز فيها يا شباب. طيب احنا عملنا كوبي خلاص. تمام. هنمسك الشكل بتاعنا ونعمل له ابلاي للسوليد subdivision ابلاي. بعد لما تعمل له ابلاي بص كده هتلاقي الفيرتكس بتاعتك زادت، وايه الشكل بقى ايه شكله حلو كده. تمام. بس احنا مش عاوزين نكتر بقى من الفيرتكس دي، احنا عاوزين نشتغل على العدد اللي موجود دوت. طيب هنعمل ايه؟ هنحدد مكان الفتحات اللي هنا. هنروح للأداة المسؤولة عن تحديد الأوجه ونحدد ده. احنا زي ما قلنا احنا مش هنلتزم بالريفرنس 100%، هنطلع ان شاء الله شكل احسن من كده كمان. طيب هنمسك دوت ونسيب واحد ونمسك واحد. نفس الكلام هنا، هنحدد 3 بس. ماشي. وهنا نمسك العكس بقى هنا كده، سيب صف وامسك العكس الاتنين اللي هنا اللي في النص بينهم، هنا وهنا وهنا. تمام. حلو كده 3. وهنا برضو واحد، لأ، هنا وهنا 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 وهنا. طيب هنا وهنا وهنا زي الفل، شكلها حلو. تمام. بص بقى هنعمل ايه بعد ما عملنا سيلكت. هندوس على اي، استنى بقى نفتح الاختصارات، ندوس على اي. قرب كده، خلي الماوس قريب من اي حتة فيهم. دوس اي. شايف هيعمل معاك ايه زي نظام فيس جوه فيس تانية، بيعمل لوب. تمام. بيعمل insert face. اللي حصل ده اسمه insert face، انت بتدخل فيس جوه فيس تانية. تمام. ومحطوط ليها زي نظام سبورت كده. طيب اللي هنعمله دلوقتي ايه؟ في اضافة لازم نحملها عشان خاطر نعمل الكلام اللي انا هعمله ده. نروح edit performance، نروح على add-ons. الأداة اسمها loop tools، ايوه هي دي loop tools. تمام. هتعمل سيرش عليها هنا. تمام. هتظهر لك زي كده، هتعلم عليها، تعلم عليها زي كده. ماشي. وبعدين تدوس سيف. بعد كده اقفل دي. بعد لما تحدد الأوجه دي وتفعل الأداة اللي اسمها لوب تولز، كليك يمين لوب تولز هتلاقيها ظهرت هنا، هتلاقي الأداة ظهرت هنا. هتختار سيركل. ماشي. أول ما تدوس هتلاقي الشكل عمل كده. طيب احنا عاوزين نصغره، اس وصغر. بس قبل ما تدوس اس روح هنا في الايكونز اللي هنا دي، الترانسفورم دي بيفت بوينت، تختار منها الاختيار ده. ماشي. انت احتمال تكون واقف هنا، لما تيجي تعمل سيلكت هيعمل معاك كده. لا، روح هنا على الايكون دي، من هنا اختار الاختيار ده ودوس اس. تمام. وافضل صغر لحد لما المربع اللي احنا ضفناه ده يدخل جوه المستطيل او المربع اللي احنا كنا ماسكينه في الاول، الواجهه اللي احنا كنا ماسكينه في الاول. تمام. كده مثلا لحد ما حدود المربع كلها تدخل. تمام. امسك بقى واحد واحد واعمل له ايه، حاول تخليه مربع ماشي مع الخطوط اللي هي اللوبس اللي هي الايدج دي. هنروح نظهر الفيرتكس. تمام.
هنعمل ايه؟ هنمسك الفيرتكس دي، لازم نحركها عن طريق ان احنا بنزحلقها على الايدج. فاحنا هنعمل نستخدم اختصار جي جي. لازم تستخدم الاختصار ده. اوعى تدوس جي وتحرك عشان هتبوظ الشكل. دوس جي جي. ماشي، وحاول تخلي الشكل ده مربع. تمام. هعمل واحد وهسرع الفيديو عشان الوقت. انت الاداة دي بتشتغل ازاي؟ بص، امسك الفيرتكس جي جي وحرك في الاتجاه ده، خليك على الايدج اللي انت هتمشي فيه. طب انت عايزة تروح كده، ما تمسكش تعمل كده، لا، امسك دوس دبل جي وروح كده. نفس الكلام، دي انت عايزة تيجي كده شوية، جي جي وروح كده. طب عايزها تروح هنا عشان تديني مربع، جي جي وكده. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. تمام. دي زاوية مظبوطة. تمام. هنا نفس الكلام كده، ونفس الكلام كده. حاول توسع المربع ده عشان خاطر الفتحات تبقى كبيرة شوية. ماشي، جي 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 جي. طيب احنا كده بقينا مستطيل. هنلم شوية من هنا، جي 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 جي. نفس الفكرة من هنا. شايف؟ حاول تخليه مربع وخليه ايه يعني واسع شوية كده عشان خاطر يدينا نفس قطر الدوائر دي، مع ان هو محتاج يوسع كمان شوية، بس ايه، هنجيب منه شوية كمان كده 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 هنا. تمام. يعني تقريبا مش لازم يعني مربع يكون زواياه مظبوطة يعني، بس حاول تخليه مربع مش مستطيل. الموضوع محتاج شوية وقت، بس انت ايه يعني هتقدر تعملها. تمام. شايف اللي احنا عملناه هنا؟ اعمله بقى في بقية المربعات التانية دي كلها. بص، هتلاقي مربعات صغيرة خالص، لازم تكبرها بحيث ان كل المربعات، يعني شايف المربع اللي احنا خلصناه هنا ده؟ شايف المربع ده؟ احنا عاوزين زيه في كل مربع من دول تقريبا، يعني يكون نفس ايه المساحة بتاعته كده. تمام. عشان خاطر يدينا الدوائر كلها ايه، فاتحة نفس المقاس يعني نفس القطر. فاللي احنا عملناه هنا ابدأ نفذه على كل الفتحات اللي هنا دي كلها، على كل الفيسز دي اللي احنا عملناها جديد دي. تمام. طيب احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو دوت، وان شاء الله ايه نكمل في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.